وفاة الشاب محمد عبد الوهاب، وده بعد اتباعه لنظام الطيبات للدكتور ضياء العوضي. وده اللي أعلنه صديق الشاب المتوفي. خيبت حالة من الحزن على أهالي قرية هوارين التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، ده بعد إعلان وفاة الشاب محمد عبد الوهاب وسط صدمة كبيرة بين أهله وأصدقائه. وأكد المقربين من المتوفي أن الوفاة جاءت بعد توقفه عن تناول الأنسولين واتباعه ما يعرف بنظام الطيبات، مؤكدين أن ذلك كان سبب في تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ. وشارك الصديق المتوفي بوست على الفيسبوك بيقول: ملعون ابو نظام الطيبات، صاحبي مات بسببه. الغريب ان بعد كمية حالات الوفاة اللي حصلت بسبب اتباع نظام الطيبات، في ناس لحد دلوقتي بتدافع عن النظام، زي زوجة الدكتور ضياء اللي خرجت امبارح في فيديو واتكلمت عن نظام الطيبات وقالت: انا مش هسكت لاي حد بيهاجم النظام وبيهاجم دكتور ضياء. وطلبت بان النظام يخضع لدراسة عشان يتأكدوا ان كلام دكتور ضياء صحيح. طب ما هو بالفعل النظام خضع للدراسة، امال بناء عليه طلعت بيان نقابة الاطباء، البيان اللي اعلنت من خلاله ان هي شطبت الدكتور ضياء من نقابة الاطباء، وقالت ان ده بعد تأكدها ان النظام او الكلام اللي هو بيقوله خالي تماما من الصحة ولا يستند على اسس علمية. وده كان قبل وفاة الدكتور ضياء، ده بعد تقدم عدد كبير من مرضى الدكتور ضياء لنقابة الأطباء بشكوى ضده بسبب وفاة عدد من ذويهم واللي كانوا بيتبعوا نظام الطيبات للدكتور ضياء العوضي. وبالفعل قامت نقابة الأطباء بالتحقيق مع الدكتور ضياء ودراسة نظامه، وبالفعل طلعت بيان بشطبه من نقابة الأطباء. وبعد وفاة الدكتور ضياء ابتدى ينتشر نظام الطيبات على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا، وابتدت ناس تطلع ان هي تتبع النظام وان هي هتشوف نتيجة النظام. وده اللي حصل في الاخر، وفاة شاب في مقتبل حياته، وده بعد توقفه عن تناول الانسولين بسبب اتباعه لنظام الطيبات. فياريت اي حد بيفكر في اتباع النظام او بالفعل بيتبعه، ممكن ان انت تتبع النظام كحمية غذائية، لكن مش شرط ان احنا نوقف الادوية لان النتيجة بتبقى الوفاة. يعني الانسولين بالنسبة لمريض السكر زي ما كتير من الدكاترة قالوا هو مسألة حياة او موت. كمان مرضى الضغط والامراض المزمنة ما ينفعش ان احنا نوقف الادوية، ممكن ان احنا نتبع النظام كحمية غذائية زي ما بقول، لكن ما ينفعش ان احنا نوقف الادوية خصوصا للمرضى الامراض المزمنة.